السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي ان شاء الله. النهاردة معانا بقى فيديو جديد. النهاردة هنعمل كده ايه، أكلة سريعة جدا في 10 دقايق هنكونوا عاملينها. النهاردة هنعمل مع بعض كده الصدق الاسكندراني بطريقة سهلة جدا جدا. بصوا، أكلة المستعجلين، أكلة المتأخرين، أكلة اللي وراهم حاجة. أنا النهاردة عايزة أعمل أكلة سريعة بجد. يعني ورايا النهاردة دروس وكده ومذاكرة وحاجات كتيرة، فأنا عايزة بيني وبينكم ألحق إيه، إن أنا إيه أخلص بسرعة قبل الولاد إيه ما يجوا من المدرسة. يعني طبعا بيبقوا جايين يعني جعانين وكده. فأنا كان عندي هنا بصوا صدق طلعته من بدري. يعني هم راحوا المدرسة، توكلوا على الله، يعني راحوا مدرستهم كده يقولي بالسلامة يا رب. فرحت مطلعاه يفك شوية، ودخلت نمت شوية، فصحيت بقى كان فاكك خالص يعني. المهم المفروض يعني انا كنت اقطعه شويه وهو مش فاكك قوي. بس مش مشكله، عادي الاتنين يتقطع يعني. بس هو كان فك بقى خلاص، كنت شايلاه كده في طبق في الفريزر عندي، طلعته فك وكده. وكان عندي كام طماطميه غسلتهم وقطعتهم، وبعدت جبت فلفل وليمون. آه، الفلفل هقطعه طبعا، هعمله في الاكله النهارده، بتاعت الاكله النهارده يعني. اما الليمون بحب احطه كده عندي في التلاجة الصبح قبل اول ما بصحى. باخد كده ايه يعني نص ليمونه على كوبايه ميه كده كبيره، بحب اشربها. تمام. او بستخدمه في اي حاجه بقى، الليمون يعني ضروري في البيت. بس النهارده هو مش معانا في الوصفه بتاعتي. آه، غسلت الفلفل بتاعي وهقطعه، وجبت بقى الصدق بتاعي كده. جبت سكينه حاميه، اهم حاجه تكوني جايبه سكينه عشان تعرفي تقطعي. زي ما قلت لكم، عشان هو طري معايا وكده يعني فك خلاص. لكن انت لو مطلعاه من الفريزر ممكن ما تستنيش عليه يفك قوي، تقطعيه هيبقى سهل معاكي ان هو يتقطع كمان، مش هيتهرى معاكي. فانا عشان كده بقول لك لازم يكون معاكي سكينه حاميه عشان ما يتهريش منه. زي ما انا بعمل كده هقطعه حتت كده قطع صغيره. يعني ممكن صباع الصدوق ممكن تقطعيه على قطعتين او 3 حسب ايه ما تحبي بقى. بصوا، كنت جايباه كده يا دوبك جبته زي ما هو. زي ما هو حطيته في الكيسه وشلته في الفريزر. لما بحتاجه بقى اطلعه قبليها يفك. فانا بيني وبينكم يعني اول ما صحيت لي الولاد حضرت لهم اللانش بوكس وكده ونزلوا، قلت اطلعه واحطه في طبق على رف التلاجة يفك، على بال ايه ما انام لي ساعتين واصحى ايه واحضره قبل ما يجوا. وكنت اليوم ده كمان مستعجله، كان ورايا شويه حاجات برضو عايزه اعملها في البيت وكده. فقلت عايزه اعمل بقى اكله كده سريعه. كنت عايزه اقعد بقى معاهم اول ما يجوا من المدرسه ان انا اذاكر وكده، فقلت اخلص الاكل قبل هم ما يجوا. طبعا الصدوق انا عندي اصلا بيعشقوه جدا، بيحبوه في كل حالاته بقى. انا النهارده كده هعمله زي ما قلت لكم صدوق اسكندراني، ممكن تعملي جنبيه اي حاجه. جبت بقى دلوقتي، رحت كده بقى على البوتاجاز بتاعي، جبت طاسه حطيت فيها معلقه سمنه صغيره، ما تحطيش كتير تمام، لان هو اصلا الصدوق هينزل دهون بتاعته، فانا مش عايزه دهون كتير. جبت معلقه سمنه يا دوبك، هحطها كده في الطاسه تسخن، واروح نازله بقى ايه بالمكونات بتاعتي. هي دي المكونات: الصدوق والفلفل والطماطم. لو حابه تحطي فلفل الوان ما فيش مشكله، انا زي ما قلت لكم انا قعدت جبت فلفل كوبي كده اخضر. حابه تحطي اصفر احمر براحتك اللي تحبيه. حابه تحطي كمان سبايسي يكون حراق شويه براحتك. انا جايباه بصوا طبعا مش سبايسي ولا حاجه، عشان خاطر الولاد تعرف تاكله كمان. معلقه السمنه كده سخنت، هي معلقه صغيره، ورحت نازله بالصدوق هديه بس تشويحه كده يستوي معايا، واديه تشويحتين كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده اروح حاطه بقيه المكونات بتاعتي. اكله بصوا، اكله ال10 دقايق بجد، انا مسميها كده اكله ال10 دقايق، حاجه كده بسرعه سريعه. مش هتاخد مني اي وقت خالص. بحيث ان الايام دي بقى ان انا عايزه المذاكره وكده، فانا عايزه اعمل اكلات ايه، وعايزه اعمل اكل كمان في نفس الوقت اللي هم يحبوه. فالصدوق طبعا حلو قوي، مغذي كمان. هم عندي بيحبوه كده، فقلت اعملها لهم بقى النهارده جنب اي حاجه بقى. بصوا انا كان هنا خلاص كده ايه دخل في السوا، خلاص استوى. يا دوبك هجيب بصوا معلقه صغيره توم مفروم. لو عندك توم صحيح عادي افرميه او قطعيه حتت صغيره خالص. يعني عايزين بس فصين توم كده بيدوا ريحه حلوه قوي مع الصدوق. تمام. وهقلب كده تقليبه بسيطه وخلاص، هو هيكون كده دخل في السوا بتاعه خلاص. يا دوبك يعني خلاص، انا مش عايزاه يستوي اكتر من كده لان أنا لسه هحطه تاني. هجيب طبق واروح شايلاه احطاه في طبق كده على جنب، عشان اعمل بقيه الايه المكونات بتاعتي. كده خلاص يا دوبك، بس التوم ايه سبت التوم يعني ياخد تشويحه معايا بس كده ريحته تطلع وخلاص. انا محمرش التوم ولا اي حاجه هنا، خلاص كده. بصوا بوريكم بقى، بقول لكم بصوا يعني خلاص كده استوى.
او يكون 3/4 كده، بس هو اصلا الصدوق مش بياخد وقت على النار يعني، هو مسافه 10 دقايق يكون استوى معاكي، اقل كمان. خلاص كده هجيب طبق واروح شايلاه بقى ايه، حطاه على جنب عشان ايه انزل بقيه المكونات بتاعتي. اعمل بقيه الخضار بتاعي اللي انا هعمله على الصدوق. طبعا الاكله دي ممكن تعملي جنبها اي حاجه، ممكن تاكليها بالعيش كده، ممكن تعمليها جنب مكرونه، ممكن تعملي بطاطس محمره جنبها، طبق سلطه، ممكن تعملي بطاطس مهروسه، ممكن تعملي اي حاجه بتحبيها. ممكن شويه رز مثلا، عشان انا كان يعني هعمله دلوقتي كمان. بصي هعمل بقيه الخضار في نفس الطاسه، مش هعمل مواعين كتير بقى زي ما قلت لكم، مش عايزه اعمل مواعين كتير ولا عايزه اعمل حاجات كتير النهارده. ف في نفس الطاسه. وهو كمان نازل سمنته، انا مش حاطه طبعا معلقه السمنه دي كلها، انا يا دوبك كنت حاطه معلقه سمنه صغيره، عشان كده بقولك حطي حاجه بسيطه لان هو كده كده بينزل دهون. تمام. نزلت الطماطم يا دوبك اخدت كده ايه دبلت بس كده، ورحت نازله بقى بالايه بالفلفل بتاعي في نفس الطاسه. شلت يا دوبك الصدوق ورحت نازله بالطماطم وبعديها الفلفل على طول، الاتنين هيتشوحوا كده مع بعض شويه، واروح نازله بالصدوق بتاعي والتوابل بتاعتي اللي هي فلفل وملح بس، مش هحط حاجه تانية خالص. يا دوبك بس كده ايه الفلفل يدبل كده ايه شويه، حاجه بسيطه مع الطماطم. اكله سريعه وبصوا سهله جدا. عايزه اقول لكم ان ولادي بينقضوا كده الصدوق، شلته من جنبهم عبد ما اخلص بقيه الاكله، عشان هما ايه رايحين جايين ايه كانوا خلاص بقى جم، فهيروحوا بقى ياكلوا مني. لا قلت لهم بصوا مسافه 5 دقايق الاكل هيكون جاهز، ونتغدوا ونقعدوا بقى نشوف ايه ورانا، ايه بقى المذاكرات بقى ايه اللي عليهم، كل واحد اللي كان عنده درس، اللي عنده مذاكره، عايزين نقعد نشوف ايه ورانا. فكنت ايه عايزه اخلص الاكله السريعه، اكله المستعجلين. دوبك بصوا حطيت الفلفل الاسمر وحطيت الملح بس، ممكن تحطي معلقه كمون كمان، معلقه شطه صغيره، حسب بقى ما بتحبي التوابل بتاعتك ايه. هنا حطيت معلقه صلصه جاهزه، معجون صلصه عادي، تعزز بس ايه اللون كده والطعم مع الطماطم. وهقلب بقى كده تقلبتين حلوين كده مع التوابل دي كلها، الفلفل مع الطماطم مع الفلفل والملح بقى اللي انا حطيته التوابل، ومعلقه الصلصه بس، تاخد بقى كده تسبيكه بسيطه خالص، واروح نازله ايه بالصدق بتاعي، ويبقى كده عملتي احلى صدق اسكندراني. ما خدش منك 10 دقايق، واعملي بيها جنبيه اي حاجه براحتك. ساعات كده بتبقي قايمه من النوم مش عايزه تعملي حاجه، تعبانه وراكي حاجه راحت عليكي نومه، عايزه تعملي اكل سريع مش هتقفي كتير في المطبخ، فيدوبك احنا بصوا عملناها كلها في طاسه واحده، ما عملتش مواعين كتير النهارده ولا اي حاجه. صحيح مش يعني مش عايزه اعمل حاجه كتير، مش عايزه اقف كتير في المطبخ. هنا بقى حطيت بصوا صدق خلاص بس، وهقلب وهروح ايه اخده بطرف المعلقه كده ادوب بقى اشوف الملح بتاعي، هل محتاج ملح او محتاج فلفل، اظبط يعني ايه التوابل بتاعتي بقى الاكله بتاعتي، واغرفها ونغدوا ونشوف بقى ورانا ايه. اكله سهله جدا. بصوا احلى حاجه بقى ايه الاكلات السريعه دي، منقذه. ايه رايكم بقى؟ حلو قوي وجميل، ما خدش حاجه دوك، بس هسيبه كده ياخد ايه غلوتين كده، يعني الصدوق مع الطماطم مع الفلفل كده ياخدوا كده من طعم بعض كده ايه مع التوابل، واغرفه خلاص كده ايه واغديه. هنا بقى بصوا دقت حسيت ان هو محتاج ملح، رحت حاطه معلقه ملح كمان، ما انا بقولك بقى تدوقي بقى تشوفي الملح بتاعك محتاج ملح محتاج فلفل، يا دوبك حطيت معلقه ملح كمان ومعلقه فلفل، وكده تمام قوي كده. هديله تقليبتين وياخد بس غلوه كده مع التوابل، وبألف هنا وشفا. طبعا مش هفكركم اللي مش مشترك في القناه يشترك، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسيش اللايك بتاعك والكومنت اللي هيسعدني ويفرحني، ودايما تكونوا منوريني كده. وده شكل الاكل النهائي، ايه رايكم بقى؟
جبت كده كان عندي عيش بلدي قطعته لهم وهناكله كده بالعيش. اعملي بقى جنبيه اي حاجه زي ما قلت لك، بطاطس محمره، سلطه، مكرونه، رز، اللي يعجبك كليه بالطريقه اللي تعجبك. بصوا بقى شكله كده يفتح النفس الاكل. يا رب يكون النهارده وصفتي عجبتكم وتكون النهارده الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والكومنت بتاعكم الحلو. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. جربوا وصفتي النهارده ان شاء الله تعجبكم. اكله سريعه ومنقذه وسهله، في 10 دقايق عملناها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. اسيبكم في رعايه الله واستنوني في فيديو جديد من مطبخ ام مودي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.